إنسان يشد لام ولا موس ولا سكينة يبدأ يقطع في لحمه، يعني هذا إكستريم، هذه حاجة، هذه مرض نفساني يعني. وزيد الحكم يجينا يدز يهين يذل فينا، يعني هذا إنسان مريض داويه. زيد يجينا حاكم ينزل علينا يعني. بدا الراب التونسي في الظل بعيد على الأضواء، استوديوهات ما فماش، الدعم كان صفر، والإعلام يعتبروا ضجيج، يسجلوا بالكاسات ويحكيوا على الفقر، الحومة، القمع. الراب ما كانش فن، الراب كان مقاومة. نجم نقسموا الراب على 3 أجيال: جيل قبل الثورة، جيل الثورة وما بعد، الجيل اللي نحن نعيشوا فيه توا. قبل الثورة كان الشعب يسمع مزود راي شرقي، والراب كان شبه غايب، يسمعوا فيه بالسرقة. ما كانش معروف اللي من أول التسعينات فما برشا رابورات في تونس يكتبوا ويغنيوا، أما برشا تراكات ما تسجلوش أصلا، ضاعوا مع الوقت. ما كان فما برشا تراكات تسجل بالكاسات وتدور بينات الناس. حسب ما يتقال سليم الأرناؤوط هو أول واحد خرج بتراك راب في تونس اسمه نعطي دوم نكسر فم. الأغنية هذه ما كانتش كما غيرها خاطر وصل صوتها للراديو وتعديت في الRTC. ملح وما عندي ملح صايل فيها نشومة وبومبا غاز وبترة، والخدمة هي النترة، بركجة والسرقة، والمشاكل هذه كلها على جال الحرقة. مشكلة هذه مشكلة الناس الكل، هي من عام 80 ملقاو لهاش الحل. مع الوقت بدأت تظهر الكلانات كما جروب تيمان، هذه كانت من أوائل مجموعات الراب التونسي، ظهرت في التسعينات وكانت جزء من مشهد الأندر جراوند. تضم أفراد كيما ريلتي، بوبا، دالي بليز، نيزارت، أوتي هاشمان ودي جي دانجر. كلماتهم كانت ثورية وصريحة، يعبروا على الواقع الاجتماعي والسياسي بجرأة كبيرة. نظموا حفلات حية، ومن أشهر أعمالهم زوم زوم في 2003. غلتالي جاتي فرح صغير، أحلامي كثرت وعارف اللي ربي كبير. يجي نهار نعمل جوانح، نجم نطير ياه، نجم نطير ياه. enfant ديسبيراتو حل عيني حالدنيا لقى والديه، القطوس والفارس سون انفونس. نمشيو لجروب ولاد بلاد، تأسسوا حوالي عام 2000، يعتبروا من أهم فرق الراب اللي يعبروا بقوة عن مشاكل الشباب التونسي مثل البطالة والقمع الاجتماعي. أبرز أعضائهم ماستزيانو، مستر مصطفى وبلطي. زاد فما أرب كلون اللي ظهروا في أواخر التسعينات، أشهر أعضائهم قارورة ومكرم الزروي. كانوا يتميزوا بأسلوب أندرجراوند قوي وصريح، قدموا أغاني تعكس روح التمرد والرفض للنظام السياسي. من أغانيهم المشهورة زوفري أند جانجستا اللي صدرت في 2008. كيفهم الكل برسيب واحد، تخمام واحد، تفكير واحد. اللعبات هذه منهم ثم ملايين، مش عبد واحد، العلم عند الله. دوك الفصاق على ايش كومون، كيفاش الدنيا هذه تظهر له من الفحومة عربي نوفولو عوا وتهوين. مكرم الزروي صار معروف أكثر بسبب حادثة عام 2005 اللي تورط فيها مع السلطات إثر حفلة كان فيها حضور ليلى طرابلسي ونسرين بن علي، وكانت فترة سحيبة ومليانة قمع وتضييق. في عام 2005 حلال الحفلة حضرها شخصيات سياسية بارزة من عائلة الرئيس بن علي. صعد مكرم الزروي من مجموعة أرب كلون للمسرح وقال كلمات فيها نقد واضح للنظام، فيها تلميح على تحكم المرأة، في إشارة إلى ليلى طرابلسي. وقتها الحاكم تدخل وقطع عليهم الحفلة. بعد الحادثة صار عليه ضغط كبير واختفى فترة، وبعد عامين من الهروب تشد مكرم الزروي وتعرض للمحاكمة بتهمة ترويج. لكن في الواقع برشا ناس شافوا أن الحكم اللي خذاه أقصى برشا من التهمة، والسبب الحقيقي كان سياسي أكثر من أنه قانوني. زروي قضى برشا سنين في الحبس وخرج في 2023 بعد سنوات طويلة من السجن والغياب عن الساحة، لكنه ظل اسم محفور في ذاكرة الراب التونسي. في أوائل ومنتصف الألفينات بلطي وحده كان في الصورة، تراكات وكليبات وظهور إعلامي، وناس تعرف صوته بالكدا. حتى يوم يهبط تراك ما فيه لا اسم لا كافر بحكم دار على MP3، تراك اسمه عباد في تركينا. تراك دار في سكوت والناس بدأت تسأل شكون هذا، والأغلب جاوب تلقائيا بلطي. وصل حتى توقف وتبحث وصارت له مشاكل، لكن الحقيقة كانت أبعد. فريد إكسترانخيرو رابير مجهود هارب لإسبانيا، ووقتها تسيب التراك وصارت برشا مشاكل لعائلته تحرم منهم، وصل ما حضرش حتى لدفينة بوه. في 2008 بلطي كان بارز في الراب سين وين خرج ألبوم اسمه أفون لالبومب، واللي كان فيه هيتات كيما ماما ولايام وغيره من التراكات.
can see through me like a glass. Let me make it up for the best. جينا للدنيا صغار، جينا في الأحلال، أمي وبابا كبرونا وحبوا يردوا منا رجال. في 2010 يهبط من أكثر الألبومات المشهورة اللي هو The Journal. في نفس العام زاد نكتشفوا رابر جديد اللي هو إيمينو، وقت الببليك اكتشفوه في تراك لا ريبونس اللي كان فيت مع الممثل لطفي العبدلي. كلون جاي يحب يكزيست اليوم ارتست كلون ميتو مان بس بنتكي باش تكبر باش تولي لندم مفان كيما توبا كيما البي اي جي مريا الميكانيك مريا اللقاجي فيلمي فضمي يخرج من زرمي يا عمي سيرني تحكي ما فماش حديد راني في الكلين مان كانت الساحة تغلي والراب ولا سلاح في وجه النظام. في نفس العام في 2010 صارت حاجة عملت بوليميك، رابر يهبط التراك بطول 15 دقيقة، تراك يحكي على تاريخ العالم، على تحالفات خفية، على كيفاش الإسلام يتحارب بطريقة ممنهجة، تراك من نوعية تسمع ويتخاف منه. نحكيو على بسيكوام، والنتيجة صارت مداهمات أمنية وملاحقات وناس شكت بيه، من بينهم الممثلة سوسن معالج وآخرين. في ديسمبر 2010 تونس كانت تغلي أكثر، وميم طون يهبط التراك الجنرال رئيس البلاد. بلاد شق بلاد وشعبات مثل بلاد ثلاثة هاكا تشوف اش قاعد صاير في البلاد مآسي باردو والناس ما قادش فين تبات هاني نحكي بس من الشعب اللي طلبوا واللي داسوا بالصفات رئيس البلاد وطني يحكي من غير خوف انا حكيت لكن عارف اللي نهايتي كان كفوف. وبعدها جات الثورة ومشى بن علي، ومن اللحظة هذيك بدأت قصة الجولدن ايرا للراب التونسي. السفاح القاتل هرب كلمتين تغسل ساقيك وترقد